السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل فراخ مشوية في الفرن بدون فحم وبدون سيخ او اي حاجة او شواية. تعالى اقول لكم الطريقة وهتطلع ناعمة وجميلة ومستوية جدا. تمام. اول حاجة هتغسلي الفراخ بتاعتك حتى لو كانت كبيرة، بس قطعيها على قطع صغيرة عشان خاطر تستوي وتبقى حلوة معاكي. وهتنقعيها في محلول خل ومية وملح وشوية سكر. تمام. وبعد ما هتنقعيها 10 دقايق او ربع ساعة، بعد كده هتشطفيها وهتعملي الخلطة دي. اللي انا بحطه دوت بصلة مفرومة وطماطم مفرومة على بعض، بهارات فراخ، بابريكا، فلفل اسود، وحبة بهارات 7 بهارات. اوكي. وهحط برضو مكعب ماجي معاهم، وما تنسوش الملح. تمام. عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا. الفرخه دي ممكن تتعمل لوحدها، ممكن تتعمل مع خضار، كل الخضار اللي انت عايزاه. ممكن تتعمل مع بطاطس بس زي ما انا هعملها دلوقتي. بس انا جربتها على كذا حاجه وفي كل الاحوال كانت حلوه جدا جدا جدا. الفرق الوحيد ان انت هتحطي زعتر، يعني ممكن تزودي الزعتر. يعني انا ما حطيتوش في المره ديت، بس المره اللي انا حطيت فيها خضار مشكل، خضار كامل بس بدون بسله. وممكن تحطي البسله انتي يعني انتي واللي انتي حباه. تمام. حطيه زي ما انتوا شايفين كده. انا بعد ما حطيت كل ده فركته كويس. وما تنسوش ليمونه كبيره وهتعصروها. عندك صويا صوص حطي معلقتين كبار. ما عندكيش، انا ما كانش عندي فما حطيتش صويا صوص. اوكي. وعايزه اقول لكم على حاجه كمان. يعني انا يعني بقلبها زي ما انتوا شايفين كده، كلها بغرقها في التتبيله وبحطها على طول. يعني مش بسيبها ولا ساعه ولا ساعتين ولا الكلام ده، مفيش. بس لو كانت بس الفرخه كبيره شويه، ممكن تشكشكيها كده بسكينه رفيعه بحيث ان التتبيله تخش فيها وتستوي احسن من يعني احسن. اوكي. لو كانت بس ما فيش مشكله خالص، لو كانت الفرخه كبيره صغيره هتستوي. دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت حبه بطاطس. بحب اسوي معاها اي حاجه، يعني بطاطس ده. انا في الوقت ده كان عندي بطاطس، بس المره اللي بعدها عملت بطاطس، وعملت جزر وفاصوليا خضراء. وكانت بجد بجد بمنتهى الجمال، تحفة. وطبعا قطعت معاها برضو طماطم وحلقات بصل، وحلقات برضو آه فلفل اخضر حامي وبارد. انا هحاول اصورها لكم مرة كمان وتشوفوا انا حطيت معاها ايه. بس طبعا حطيت في صينية اكبر من كده عشان ايه تستوعب يعني. اوكي. زي ما انتوا شايفين كده انا قلبت التتبيله ورصيتها على طول في الصينيه بتاعتي او في الطاجن بتاعي. اهم حاجه بقى في الموضوع ده كله حاجتين. هتقفلي عليها كويس بورق الفويل كويس قوي، وهتحطيها ساعه وربع بس في الفرن، بتشغلي من تحت ومن فوق. تمام. دي حاجه. الحاجه التانية بعد ما تستوي بتشيلي الغطا من عليها وبتديها وش كده ايه على الشوايه تحمر لك الصينيه من فوق والفراخ من فوق. تمام. وبجد احلى فراخ مشويه هتاكلوها مش تندموا. وبعد ما ساعه وربع وبعد ما احمرها من وش هجيبها لكم زي ما انتوا شايفين كده. لسه حتى الميه بتشكشك. السائل اللي فيها ديت انتي حباه بيبقى طعمه جميل برضو مع الرز، مش حباه فضيه. وما تنسوش اللايك.